مش كل الخطط والترتيبات بتاعتنا بتتحقق. علشان نكون واقعيين أكتر، أغلبها مش بتتحقق، خصوصا بالشكل وفي الوقت اللي احنا بنبقى عايزينه، ودي حاجة مش في ايدينا. دي طبيعة الأشياء. لما باجي أشتغل مشروع تريكو، في الغالب بيكون عندي تصور مسبق عنه، وعندي باترون بمشي عليه، بختار الألوان والمقاس. يعني بكون مسيطرة تماما على المشروع، على القطع اللي بطلعها، وبنسبة كبيرة جدا بيطلع المشروع زي ما أنا تخيلت. والنسبة دي بتزيد مع الوقت نظرا للخبرة اللي بكتسبها من قطعة للي بعدها. وطبعا لما قطعة بتطلع زي ما أنا متخيلها، زي ما أنا رسمت لها وخططت لها، بتدي إحساس رائع بالإنجاز والنجاح، وفي مدة بسيطة، عكس اللي بيحصل في خطط حياتنا، في الدراسة، في الشغل، في الحب، في الجواز، في امتى نجيب بيبي، وازاي يبقى لينا بيت، وهنشتري العربية نوعها ايه. كل الخطط اللي الظروف بتخليها تتأخر أو ما تجيش خالص. يمكن عشان كده لازم الواحد يكون عنده هواية بتديله إحساس الإنجاز والنجاح بشكل مستمر، بنملى بيه بطارية روحنا اللي عثرات الحياة بتفرغه أول بأول. ومحدش يقولي ما عندوش هواية، كلنا عندنا هواية واحدة على الأقل، بس ما بنقدرش نمارسها أو نكتشفها بسبب ظروف كتيرة. روح اعرف هوايتك ومارسها. استقطع من دوامة الحياة دقايق بسيطة تديلك الطاقة اللي انت محتاجها عشان تستمر في المعافرة وفي